من الحاجات المهمة جدا في شكل المطبخ ان دايما التلاجة تكون نضيفة وبتلمع ومعلهاش اي بصمات من الولاد، بس دايما بننسى ان احنا ننضف فوق التلاجة. مش بستخدم الريشة في التنظيف علشان التراب لما بيطير بيتعبني جدا لان عندي جيوب انفية، فتعالوا نستخدم النهاردة فوطة جرين واي لتنظيف التراب، وكمان نتأكد ان هي تقدر تنظف بدون اي منظفات او لا. هبل الفوطة مية. عايزه اقول لكم ان التلاجة بتاعتي جلد من فوق ومن الجنب، فلما بستخدم اي فوطه بتجير معايا. بصوا بقى فوطه جرين واي، عايزه اقول لكم ان هي تحفه، بتنضف يا بنات ومش بتجير ابدا وبتشيل كل التراب، مش بتخلي فتفوت التراب واحده. شايفين النظافه؟ وطبعا الفرق واضح جدا. ايه ده؟ في ايه يا ام رفيف؟ امسكه كويس بس علشان محدش يقع واحنا بننضف دولاب المطبخ من فوق، علشان لو الدهون بتاعه المطبخ لزقت في التراب ده عمرها ما تطلع بعد كده. شايفين الفرق؟ التراب مسك في الفوطه ومنزلش على الارض ابدا، ولما غسلتها بالميه نضفت وبقت زي الفل. بعد ما خلصت تنظيف لقيت اللحاف بتاع سرير رفيف متبقع البقعه دي، وطبعا محدش من الولاد عايز يعترف بالجريمه. هاخد معلقه من المستك الاورنج من جرين واي وهدوبها في ميه سخنه، طبيعي 100% ما فيهوش اي كيماويات، فهيحافظ على القماش. ما كنتش متخيله ان البقعه تطلع بالسهوله دي. شايفين النتيجه؟ وطبعا حوادث المطبخ عمرها ما بتخلص. فوطة الامتصاص من جرين واي مش هتخلي اي فتفوتة مية على الارض. جربوهم يا بنات على ضمانتي. هسيب اسم الاكونت اللي انا جبت منه الفوط والمستك الاورنج في الكابشن لو حابين تجربوه.